وفاء لمسيرة حافلة بالعطاء، قام شعراء مدينة القاسم مجلس فاتحة على روح فقيدهم الشاعر الكبير حيدر عبس الرماحي رحمه الله. بهذه المناسبة أحب أن أستغل هذه الفرصة، فرصة تواجدكم وقناتكم المميزة سيدنا، أن أتوجه جزيل الشكر ورفاق العرفان إلى كل محبي حيدر الرماحي، وكل من أحس بفقد حيدر الرماحي، كل من شاركني العزاء، كل من اتصل بينا، كل اللي حضر من محافظات العراق، اللي اتصل بينا من الدول الخارجيه او الدول العالميه الاوروبيه وغيرها، الاتصالات جت من الجمهوريه الاسلاميه الشقيقه، والشكر الاهم هو الاخوه الشعراء، حقيقه وقفتهم ترفع الراس، لانهم يعتبرون حيدر الرماحي هو ابوهم روحي، يعني حيدر ابو الشعراء لهذه المدينه. ادعو من الله ان لا يراويهم مكروه ولا يفجعهم بعزيز. شكري الى كل مدينتي، الى كل محافظتي، شعراء مدينتي، اخوتي، اصدقائي، محبيني، زملائي، اللي حضر، اللي واسع، اللي حزن. شكر الى قناتكم المميزه اللي حضرت التشريع، وانتم شفتوه من اول لحظات انه حقيقه يعني الطريقه والضخامه، مجلس الفاتحه والتشريع والعزاء خففت عنا هواي من الاعلام سيدي، شالت هواي من همومنا. يعني حيدر ترك جرح كبير بمدينته وبمحبيه وبالشعراء. حيدر انتم تعرفونه لعله اكثر من عندي رغم اني اخوه، بس هو اخو الجميع. الهي ودار لكم مكروه سيدنا، يحفظ مدينتي ومحبين حيدر الرماحي وكل من تاثر على فقد حيدر الرماحي. نرجع ونقول انا لله وانا اليه راجعون. هذا امر الله على الكل. هذا اول. وشهد مجلس العزاء حضور أهل الفقيد وذويه إلى جانب عدد من أبناء مدينة القاسم المقدسة وأصدقاء الراحل الذين استذكروا سيرته ومناقبه. اولا باستشهاد سيدي ومولاي ابا عبد الله الحسين والبيت واصحاب علي بابا الصلاه والسلام. اليوم عزاءنا كبير برحيل شاعر وخادم للبيت الكبير خلقا واخلاقا وشعرا حيدر الرماحي. اليوم منتدى قوافي القاسم يقيم مجلس عزاء بمناسبه رحيل فقيدنا الشاعر حيدر الرماحي. خاويتك حلم من كان عودك معي، وسويتك حزام اليوم ترحال. قلت لك شيل راسك راسي يكبر بيك، ومثل عود السنابل توقف قبالي. لو يرحم الموت وتنشر الايام، ايام البقن اشريك يا الغالي. يا برحيه وحالاتك ناطرتها سنين، وتراب النجف خربها نسالي. متني وياك حصر شيعك بالموت، المفروض انت واقف اني عشوائي. الرحمه والمغفره صلاح سلطاني رئيس اتحاد شعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم حضر المجلس فاتحة إلى روح المرحوم الشاعر الكبير شاعر الإمام الحسين، شاعر مدينة القاسم وشاعر محافظة بابل حيدر الرماحي، الذي أقامته مجموعة طيبة من أصدقاء ورابط الشعراء مدينة القاسم لهذا الشاعر الذي أفنى حياته حقيقة في خدمة الحسين وفي خدمة الزهراء. فقد كان قامة علمية، قامة شعرية كبيرة في مجال الخدمة الحسينية. أسأل الله أن يجعله في عليين وأن يعرفه بمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وشكرا للقائمين على هذه الفاتحة وعلى هذا المجلس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور علي جبار شلو. ويعد الشاعر الراحل الأستاذ حيدر الرماحي من أبرز شعراء أهل البيت عليهم السلام، إذ ترك إرثا شعريا مميزا خدم به المنبر الحسيني على مدى سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاء منا شعراء مدينة القاسم قلنا هذا العزاء برحيل الشاعر الكبير الفذ حيدر الرماحي. الشاعر الكبير حيدر الرماحي تعلمنا منه كثير، وهذا أقل ما
نقدم له بعد وفاته. تعلمنا في طريق الشعر في الطيبة الإنسانية. رحيله كان فاجعة لكل المدينة، ليس الشعراء حسب، ولكن هذا أمر الله، ونحن راضون بقضاء الله وقدره، الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الشاعر عباس الشيخ مسؤول مكتبة قاسم الثقافي. واستذكر الحاضرون مواقف الفقيد الإنسانية وإبداعه في خدمة القصيدة الحسينية، مؤكدين أن إرثه سيبقى حاضرا في ذاكرة الأجيال. الرحمن الرحيم. وقال منا نحن شعراء مدينة القاسم يا أبونا وأستاذنا وكبيرنا الأستاذ حيدر الرماحي رحمه الله تعالى برحمته الواسعة، الذي علمنا الأدب والشعر والأخلاق وكرام الضيف، وكان خادما للحسين. فإن شاء الله سننهج بنهجه. وحقيقة الأستاذ حيدر قدم لمدينة القاسم عطاء كبير من قضايا حسينية، وإن شاء الله نسير على خطاه، ونتمنى له الشفاعة والخلود في رحمة الله تعالى. الشاعر حسين عثمان القاسم. إن مجلس الفاتحة الذي أقيم على روح الفقيد من قبل شعراء مدينة القاسم المقدسة يقول: غاب حيدر الرماحي لكن الوفاء أبقاه حاضرا. بوكالة ناكور إخبارية فاضل الهاشمي، محافظة بابل.